اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن الحزن وما يندرج تحته من اثار. كل اللي هتكلم عنه ده له اثار نفسيه كبيره قوي، او زي ما بنقول بالعربي كده، ده المدخل بتاع الحزن. عملت فيديوهات كتير قوي عن الحزن في القناه عندي، بس الفيديو اللي انا هتكلم عليه ده او المتعلقات او ما يندرج تحت الحزن من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون مداخل احنا ما بناخدش بالنا منها، يعني بنعملها فبالتالي بنفاجئ ان احنا عندنا حزن او حاطين نفسنا في موقف يكاد يكون محزن. ممكن فعلا ندرك او يبقى عندنا نوع من انواع الادراك في بداية المواقف ان احنا فعلا داخلين على شيء من الحزن بس ما بناخدش بالنا، او بيبقى فعلا عندنا اقتناع ان الطريق ده نهايته حزن، بس برضو بنبقى مصرين نكمل فيه علشان اهداف نفسية خاطئة احنا ما تعاملناش معاها، او حتى مشاعر خاطئة احنا برضو ما تعاملناش معاها. معظم المداخل اللي بتتعلق بالحزن ما بيبقاش عندنا خلفية عنها، فبالتالي ممكن نروح ليها كده ونعملها بدون شعور او حتى بشعور، علشان الشعور اللي انا حاساه ده يتحول لشعور اجمل واحلى فيما بعد، علشان نوهم نفسنا ان كل المشاعر بتاعه الماضي ينفع تحولها لمشاعر ايجابية في المستقبل. ده ما هو الا وهم، شعور زائف من نفسنا ان احنا نقدر نغير الماضي. فلازم نفوق في مراحل حياتنا المستقبلية ونعرف ان احنا لا يمكن لاننا نغير الماضي ولا يمكن نغير المشاعر اللي حصلت في الماضي. كل ماضي نتقبله بإيجابياته وسلبياته، لدرجة ان في ناس كتير قوي بتتكلم على موضوع الإيجابية، ان احنا نتقبل الفكرة الإيجابية اللي حصلت في الماضي ونفتكرها بذكرياتها الجميلة، نحاول نعيش الشعور الجميل بتاعها في المستقبل. لكن كل ما هو سلبي ما نقدرش أبدا نحوله لإيجابي حتى لو كان شعور. علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، هو سؤال واحد هياخد الحلقة تقريبا كلها: ما يندرج تحت الحزن او متعلقات الحزن؟ اول حاجة من متعلقات الحزن وهي التعلق. ايوه، التعلق بالإنسان اللي في حياتي، سواء كان أهلي، حد من أهلي، أو خطيبي، جوزي، أو حتى صديق من أصدقائي. تعريف التعلق سريعا: التعلق ما هو إلا مصدر من مصادر الشحن أو المساعدة. يعني إيه الشحن؟ يعني احتياجي لنوع من أنواع الكلام أو احتياجي لنوع من أنواع العلاقات. زي ما قلت ان المشاعر اللي فاتت او المشاعر اللي موجودة دلوقتي لازم نتقبلها بإيجابياتها وسلبياتها في الماضي، وإيجابياتها وسلبياتها في المستقبل. فلو أنا حاسة إن أنا تقدير قليل، متعلقة بشخص أو بشخصية بتديني نوع من أنواع الكلام عن الذات، عن تقدير الذات، عن إن أنا شخصية كويسة، عن إن أنا شخصية ناضجة فكريا، عن إن أنا شخصية جميلة، شخصية محبوبة مستقلة، أفضل أسمع كلام من الشخصية دي فأنا متعلقة بيها. فاللي أنا بعمله مع الشخصية دي ده اسمه مصدر من مصادر الشحن، بشحن منها كل ما هو ناقص من مشاعري أو عدم تقبل للمشاعر السلبية، فبالتالي دي مصدر شحن مش اكتر من كده. مصدر المساعدة هنا بيساعدني، بيديني اهتمام. اول ما يوقف الاهتمام ده فانا بالتالي هتضايق وهزعل وهدخل في نوبة حزن. خلوا بالكم ان نوبة الحزن او الحزن عموما انا اللي جبته لنفسي. نهاية الحزن هو اكتئاب، نهاية الحزن هو اكتئاب. خدوا بالكم عشان ما تقعوش في الموضوع ده. رقم 2: الحب الزائد او الاهتمام المبالغ فيه. انا بهتم بشخصية ايا كانت نوع الشخصية دي في حياتي، الاهتمام المبالغ فيه ممكن يتحول لان انا شخصية بدي شخصيات تانية في حياتي نوع من انواع الشحن، برضو حاجة كده زي التعلق بس بيبقى من الطرف اللي قدامي ليا. فبالتالي اول ما اوقف الاهتمام ده او اول ما احس نفسي مستهلكة او مستنزفة اوقف الاهتمام ده، فبالتالي يبقى فيه حزن من الاشخاص اللي حواليا، او حتى ابتدي انا ازعل لما ملاقيش الشخص اللي قدامي بيبادرني نفس الاهتمام او بيديني نفس نوع من نفس نوعية الحب والمبادرة الجميلة اللي انا بعملها. رقم 3: دور الضحية.
معظمنا ما بيبقاش عارف ان الموقف اللي هو فيه او الوقت اللي بيبقى عايش فيه من الماضي هو ما هو الا استهلاك للمشاعر المخزنة الفترة اللي فاتت، وملء المستقبل بطاقات الماضي المفروغ منها، سواء كان خسران اي نوع من انواع الوظيفة، الشغل، او صداقة حتى. تخيلوا ان في ناس لحد دلوقتي لسه عايشة في الماضي بتاع الامتحانات. يعني مثلا في اشخاص دلوقتي تجاوز عمرها 30 وال35 لسه بيشتكوا من معظم المواد اللي ما خدوش فيها فول مارك، وهم كانوا متوقعين ان هم ياخدوا فول مارك. فبالتالي ما توقعش في حياتي دلوقتي علشان مرجعش اندم على توقعاتي دي في المستقبل. فاول سبب من اسباب ان انا اخرج من دور الضحية، ابطل اشتكي، ابطل اتوقع كتير. الشكوى كتير قوي دي هي اللي مخلياني عايشة في الماضي، اللي هو مستصعبة امور، مش متقبلة امور، فبالتالي بشتكي اكتر وعايشة دور الضحية، اللي هو انا حصل لي كذا كذا، حصل لي نوع من انواع الخسارة الكبيرة في الماضي، فبالتالي انا مش متقبلها في الحاضر، فعمال اشتكي منها كتير جدا جدا في الحاضر والمستقبل القريب بتاعي. فعلشان اخرج من دور الضحية ده في المستقبل القريب والبعيد كمان، ابطل اشتكي، ابطل يبقى عندي توقعات عالية. رقم 4، البعد عن الله. ربنا بيقول في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا يعني العيشة بتاعته هتبقى وحشة خالص، غير مقبولة، فيها ألم كتير. الإنسان كفاية إن هو يبقى عايش في ماضي كله أخطاء، ويبقى المستقبل بتاعه يندرج تحت الماضي اللي كله أخطاء ده. علشان يبقى عندكم معيشة إلى حد ما مقبولة لازم تقربوا من الله. الصلاة فيها نوع من أنواع الاتصال اللي الجسد والعقل والروح والنفس محتاجينه، فلو حرمتوها من الشيء الوحيد ده اللي هو الاتصال، فهتشحن منين؟ المصدر الوحيد للشحن ان اتصال بالله. ممكن تختاروا نوع من انواع الاتصال زي التأمل مثلا. الاتصال الوحيد اللي الانسان هيدعي ويتأمل فيه، وهيتأمل فيه بجسده وعقله وروحه وتفكيره وكل حاجة. ساعات وانا بصلي بيجيلي افكار لمدة 3 ثواني بس تخرجني من المشكلة، او تديني نوع من انواع الحلول، على الاقل تخرجني من المشكلة. لحد هنا هيبقى الفيديو خلص. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتكتبوا لي في الكومنتس لو حابين تشوفوا فيديوهات ليها عناوين معينة. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.